وين حشرات السوشيال ميديا؟ وينهم؟ وين اللي يومين في الفيسبوك، في تويتر، في التيك توك، في كل مكان أشغلونا، وكأنهم وكأنهم يريدوا بس فضح أو تعرية أو السخرية من المنتخب اليمني. ما هو شيء حب خالص، كذاب. واحد إذا مثلا تكلم عن حب، ولا الباقين أكثرهم عن وساخة داخلهم. المنتخب اليمني مسكين والله يعاني من البرد، ما عنده فنايل، ما عنده إلا اللبس واحد، ما عندهم كسارات، مشترين 6 كسارات جالسين يتبادل. استحوا على انفسكم. حتى اللي طلع انه بدل الكسارة مع زميله او سوى الحركة هذه، هذا طلع قادر انه يشتري من المفسبكين 50 واحد جوازه امريكي، مواليد امريكي يمني، من بن العمري، من بفلة. هذا اللي بدل الكسارة مع زميله. وانتم نفس الذباب، بس الذباب الوسخة اللي ما تطيح الا على قمامة، على مكان وسخ. علشان انه انهزم طبعا اللعب فوز وخسارة، علشان المنتخب اليمني ينهزم قمتوا تطلعوا الغل ولا هذا في حاجات ثانية. لو فاز كان كل واحد في صفحته حي اليماني حيه. وين الوطنية اللي فيكم؟ هو منتخبنا، منتخب بلدنا، فاز أو خسر يبقى منتخبنا وممثلنا. والحمد لله رب العالمين إن في ظل أوضاع اليمن، في ظل الفساد الموجود في اليمن، في ظل إن عاد معانا منتخب لا نشارك فيه في أبسط حاجة. أهم شيء عاد معانا منتخب، ونقول للطيبين وللسرق في الاتحاد في كل مكان كثر الله خيركم إن عاد إحنا لا نشارك، نكون المركز الأخير قبل الأخير الأول لكن رسالتي للذباب والحشرات الضارة والكلاب المنابحة اللي في المواقع الإلكترونية، إنه حب عليكم علشان التعليقات وعلشان اللايكات بتبيعوا اليمن مش المنتخب بس. على الأقل حتى يكونوا طولهم دافع على أنهم يلعبوا، على أنهم مساكين لا دوري ولا حاجة ولا شيء. أما بالنسبة للملابس ما حد محتاج لعبتكم، لا أنتم ولا غيركم، كل شيء موجود، الأمور طيبة. الله لا وفقكم.